ازيكم؟ طبعا خلاص. في ناس دلوقتي كتير بقت متجهة جدا للديجيتال سات بعد ما رجع مصر. وفي بيرنتس وفي طلبة يعني بيسألوا كتير إذا كان في ماتيريالز انف للسات ولا لا. أنا النهاردة هحل معاكم أسئلة عشوائية كده من امتحان ريل اكزام من امتحانات الريسات، ماشي؟ عشان نشوف قد ايه ان الموضوع مش صعب زي ما في ناس متخيله، او ان انا لازم اعمل اللي دخل اي اس تي او دخل اكت الموضوع صعب جدا عليه. لا، في اسئله مختلفه فعلا، ده يعني حاجه بديهيه، لكن الموضوع كله اندر كنترول، يعني الموضوع مش صعب زي ما احنا متخيلين. فانا النهارده اخترت كده كام سؤال نحله مع بعض عشان نشوف ان الموضوع مختلف، ولكن انت لازم تتدرب على ماتيريال دي سات. ما ينفعش خالص تحل اي اس تي او تحل اكت. يعني اي حد هيقول لك هنحل سات، هنحل اي اس تي وهنحل اكت، اعرف ان انت مش اون ذا رايت تراك، ماشي؟ يعني مثلا عندنا سؤال مثلا زي نمبر 9. انا حبيت اخد الاسئله اللي ممكن تبقى طويله شويه، اللي دايما الناس بتستصعبها يعني. تمام؟ طيب سؤال زي نمبر 9. تعالوا نشوف كده السؤال اصلا عايز ايه. ماشي؟ هنا بيقول لي the following text is adapted from Indian Boyhood, a 1902 memoir by Ohisa. A Santi Dakota writer. In the text, Ohisa recalls the woman in his tribe harvested maple syrup during his childhood. maple دي يا جماعه نوع من انواع الاشجار. تمام؟ طيب السؤال هنا بيقول لي which choice describe the function of the underlined sentence in the text as a whole. طب السؤال ده ما بيفكركش بحاجه؟ السؤال ده من اسئله الداتا اناليسيس، بس السؤال معكوس. يعني هنا هو عايز يشوف الفانكشن بتاع السنتنس ايه. تمام؟ يعني احنا اذا هنا في الجزء بتاع الرايتنج. ماشي. طيب هنحل السؤال ازاي؟ عشان تحل السؤال انت لازم تقرا الجزء الاندرلاين، بس لازم تجيب الجزء من قبليه عشان تشوف الفكره هو عايز ايه. هو عايز الفانكشن بتاعه الاندرلاين سنتنس، وظيفه السنتنس دي ايه، بتعمل ايه. تمام؟ بيقول لك now the woman began to test the trees. بيحاولوا ان هم يعملوا تيست للتريز دي. moving leisurely among them. صح، بس عشان تعرفوا تقروا. moving leisurely among them يعني بيمشوا بالراحه كده من جنب، يعني بين الاشجار. axe in hand اللي هو الفاس في الايد. and striking a single quick blow to see the sap would appear. وبيضربوا ضربه كده على الشجره عشان يشوفوا الساب اللي هو السائل يا جماعه، اللي هو بيطلع من الشجره نفسها، هيكون موجود ولا لا. the trees like people. الأشجار عاملة زي الأشخاص. have their individual characters. ليها شخصياتها. some were ready to yield of their life blood. يعني في ممكن يضحي بحياته. while others were more reluctant. لكن ممكن يكون الباقي متردد. ماشي؟ الجملة دي هنا عايز منها ايه؟ لما بيقولك ان الشجر زي الاشخاص والكلام ده كله، هنا بيقول لي it portrays the range of personality traits displayed by the women as they work. بيصور هنا شخصيات النساء اثناء العمل. لا، لانه هو من الاول خالص قال لي ان هو بيتكلم على تيست للتريز، ما اتكلمتش على صفات الومن نفسها. ف this is wrong. It foregrounds the beneficial relationship between humans and maple trees. بيتكلم على العلاقة المفيدة بين الشجر الإنسان والمابل تريز. ما اتكلمناش على beneficial relationship، ما اتكلمناش على فايدة مهمة للاثنين. It demonstrates how human behavior can influence by the natural environment. اتكلم على ازاي سلوك الإنسان بيتأثر بالبيئة. لا، احنا هنا اتكلمنا على ان الصفات الانسان والشجر في بينهم صفات مشتركه. It elaborates on the aspect of the maple trees that women evaluate. بيقول لي هنا ان هو بيتكلم على المابل تريز اللي الومن بتعمل لها evaluation، اللي هي اوريدي بتقيمها. اذا الاجابه هتكون letter D. وخلي بالك هو اصلا قايل لي في الاول خالص ان now women began to test the trees. يعني هم اصلا من الاول خالص بيعملوا تيستنج للتريز او بيعملوا لها evaluating. يبقى الاجابه هتكون letter D.
السؤال سهل ومفيش فيه اي مشاكل. كل الموضوع ان انت لازم تقرا وتتمعن في القرايه كده عشان خاطر تعرف تجيبي الاجابه المظبوطه. اهو يا جماعه سؤال من الاسئله الطويله اللي بتضايقكم، الموضوع ما خدش اي حاجه خالص. نيجي بقى على سؤال نمبر 10. اهو السؤال ده اطول من السؤال اللي احنا لسه حلينه، وهنشوف السؤال هيتحل ازاي. تمام. عندي هنا بيقول لي هنا تكست 1 وتكست 2. هنشوف السؤال اصلا عايز ايه عشان نعرف نقرا ايه. بيقول لي based on the text how would Behrenfeld and colleagues Behrenfeld وزمايله in text 2 most likely respond ردوا ازاي على الكونفنشنال ويزدم، على المقوله التقليديه او الحكمه اللي كانت اتقالت قبل كده اللي discussed already in text 1. لو بصينا كده نفتكر الباسج دي مش بتفكرك بحاجه. تكست 1 وتكست 2 عامله كده بالظبط زي البير باسج اللي هي باسج 1 وباسج 2 اللي بتجي لنا في الريدنج، واحنا طبعا عارفين السات ان هو رايتنج وريدنج مع بعض. تمام. طيب انا هقرا ايه، بس طبعا هنا شوفوه ان فيري شورت، يعني اتس فيري شورت ومش هتاخد منك الوقت زي ما انت فاكر. انا عشان اشوف ده رد على ده بايه انا لازم اقرا الاثنين. تمام. بيقول هنا ecologists have long wondered، يعني العلماء بيتساءلوا ازاي how thousands of microscopic phytoplankton species، ازاي العوالق النباتيه المجهريه اللي هي بتبقى very small can live together near ocean، بتعيش مع بعضها near ocean competing the same sources، وبتتنافس على نفس المصادر. يعني العوالق النباتيه دي كلها بتعيش قرب السطح بتاع المحيط. تمام. وكلها بتتنافس على نفس الحاجه. according to conventional wisdom، نظرا بقى او لمقوله اتقالت قبل كده او حكمه تقليديه اتقالت قبل كده، one species should emerge after out competing the rest. يعني بيقول ان في حاجه منهم او طائفه منهم بتعيش ماشي بعد ما بتتفوق على كله. يعني عارفين كلهم بيتسابقوا على نفس المصادر بس واحد فيهم اللي بيفوز في الاخر. So why do so many species remain؟ ليه كل بقى رغم ان في واحد في الاخر اللي بيفوز على كله، ليه كل السبيشيز دي بتفضل؟ Ecologists many efforts to explain this phenomenon still haven't uncovered a satisfactory explanation. بيقول لك رغم كل الافورتس اللي هم عملوها ما عندهمش explanation كافي تمام يرد على ايه الظاهره دي. تمام. نيجي بقى في تكست 2. بيقول لي ecologist مايكل بيرنفيلد and colleagues وزمايله have connected phytoplankton diversity to their microscopic size. جمعوا اللي هي العوالق النباتيه دي ماشي because these organisms are so tiny. بيقول لك ان الكائنات دي صغيره جدا. they are spaced relatively far apart from each other، فبالتالي هم بيبقوا بعيد جدا عن بعض in ocean water في الميه. and moreover experience the water as relatively dense substance، وكمان الميه بتبقى كثيفه. This is in turn makes it hard for them to move around and interact with one another. عشان الميه كثيفه بتخليهم صعب جدا ان هم يتفاعلوا مع بعض. Therefore says Behrenfeld team direct competition among phytoplankton probably happens much less. فهو بيقول ان بسبب ان الميه كثيفه وان هم كائنات صغيره جدا فبيبقوا بعيده عن بعض، الدايركت كومبيتيشن الدايركت كومبيتيشن المنافسه بينهم ماشي happens much less than previously thought. لا المنافسه اللي هو كان بيقول عليها فوق ما بتحصلش كتير زي ما كان متوقع. ايه هو المتوقع؟ اللي هو الconventional wisdom. تمام. فهنا الكلام اللي اتقال هنا عكس ده. هنا بيقول لي في تكست 1 ان الفايكوبلانكتون سبيشيز دي بتعمل في بينهم كومبيتيشن وفي الاخر واحد بيفوز. هنا بيقول لي بالعكس ده الميه كثيفه وهم فيري سمول فما ينفعش يبقى في دايركت كومبيتيشن زي ما كان بيقول هنا. يبقى هنا الحاجتين عكس بعض. تمام. يبقى هي الاجابه ايه؟ بيقول لي by arguing that is based on a misconception based on the misconception او phytoplankton species competing with one another. هم بيعملوا argue تمام على بيقولوا بخصوص ان الكومبيتيشن اللي بتحصل، يعني هم بيجادلوا في الموضوع ده by asserting that it fails to recognize that routine replenishment of ocean nutrition prevent competition. لا هم مش الاوشن
مش النيوتريشنز اللي في الاوشن هي اللي prevent competition او اللي بتمنع، هم عشان هم very small والميه كثيفه فما لهاش علاقه خالص الاجابه دي. By suggesting that their own findings help clarify how phytoplankton species are able to compete with larger organisms. بيقول لي ان هم وضحوا ازاي الفايتوبلانكتون species able يقدروا compete with larger organisms. بالعكس هم نفوا الكلام ده اصلا. By recommending that more ecologists focus their research on how competition among phytoplankton species is increased with water density. بيقول هنا ان بيريكومند ان الايكولوجيست فوكس يركزوا في الريسيرش على ازاي الكومبيتيشن بتحصل على حسب كثافه الميه. كل الاجابات دي غلط، والمفروض اصلا ان انت اول ما تشوف كلمه argue تختارها على طول. ليه؟ لانه هو اوريدي لما احنا قرينا ان الكلام اللي اتقال هنا عكس الكلام اللي اتقال فوق. هنا قال ان بتحصل competition، هنا قال لي ان الcompetition happens much less because ان الwater is dense وبيكوز ان هما they are very tiny فهما they are far from each other. السؤال سهل مفيهوش اي حاجه، تمام؟ وهدي سؤال من الاسئله اللي بتخض الناس. تعالوا معايا نحل تاني سؤال. بحاول اجيب لكم اطول اسئله يعني، ماشي؟ هنا بيقول لك ايه؟ which finding if true، انهي اجابه من دول لو صح would most directly undermine يعني contradict بتناقض، ماشي؟ Foster's hypothesis. انهي اجابه من دول لو صح هتنفي او هتناقض الكلام او الدراسه او الافتراض hypothesis يعني دراسه او فرضيه، تمام؟ بتاعه فوستر. ماشي؟ تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بص هنا بيقول لك ايه؟ when digging for calms، لما بيحفروا عشان المحار their primary food الأكل الأساسي بتاعهم، sea otters damage the roots of eelgrass plants growing on the sea floor. الثعالب البحر، تمام؟ بتدمر الروتس بتاعة نبات اسمه eelgrass، تمام؟ اللي هو بينمو في قاع البحر. Near Vancouver Island in Canada, the otter population is large and well established. بيقول لي في فانكوفر في كندا الاوتر population يعني ثعالب البحر نسبتها كبيرة جدا. Yet the eelgrass meadows are healthier and those found elsewhere. بيقول لي eelgrass meadow اللي هي النبات ده بيبقى healthier than those found in elsewhere of Canada's coast، مع ان الاوترز اكتر، لكن لقوا ان الايرجراس النبات ده هو healthier اكتر. To explain this conservation, scientists عشان يشرحوا المبدأ ده scientists Erin Foster and colleagues compared، عشان يشرحوا المبدأ ده فوستر وزمايله بقى عملوا ايه؟ compared the Vancouver Island meadows to meadows where otters are absent or were reintroduced only recently. ففوستر وزمايله عملوا ايه؟ جم راحوا عملوا مقارنة بين الفانكوفر ايلاند اللي هي فيها اوترز سي اوترز كتير، ثعالب بحر كتير، و ميدوز تانية وحتت اماكن تانية السي اوترز ما كانتش موجودة او لسه موجودة جديد. Finding that Vancouver Island have a more diverse gene pool than others do، لقوا ان في جينات مختلفة من في فانكوفر. Foster hypothesized that damage to eelgrass roots increased the plant's rate of sexual reproduction. فوستر بيقول بالدراسة بتاعته ان لما السي اوترز دمرت الروتس بتاعت الايرجلاس ده زود اكتر الريبرودكشن، عمليه التكاثر في النبات ده. This is in turn boosts genetic diversity، فعملت جينات مختلفه، بقى عندنا انواع مختلفه which benefits the meadow's health overall، اللي اثرت او خلت صحه النبات احسن بشكل عام. تمام؟ طيب السؤال بقى، احنا هنا ترجمنا كل اللي احنا قلناه، ان هنا ثعالب البحر كل ما بتدمر الروتس كل ما الجينات بتبقى بتاعت الايرجلاس احسن، كل ما بيبقى فيه جينز اكتر وبيبقى فيه diversity
افضل. تمام. هنا بيقول لي بقى هو عايز ايه الحاجه لو هي صح بت undermine فوستر هايبوثيسيس. الحاجه اللي بتنفي او بتنقض الكلام اللي قاله فوستر. ماشي. فوستر hypothesis هنا بيقول لك that damage to eelgrass roots increase the plant rates of sexual production وده بيعمل boost genetic diversity. تمام. طيب هنا بيقول لي at some sites in the study eelgrass meadows are found near otter population that are small and have only recently been reintroduced. بيقول لك ان eelgrass meadows دي موجوده لقوها قريبه من الاوترز اللي هي ثعالب البحر that are small صغيره and have only recently been introduced ولسه يعني لسه كانت موجوده حديثا. At several sites not included in the study في أماكن مش موجودة خالص في الدراسة there are large well-established sea otters population but no eelgrass meadows. ما عملناش احنا بالعكس احنا عملنا comparison between two places الاثنين كان فيهم eelgrass meadow. تمام. At several sites not included in the study eelgrass meadows health correlates negatively with the length of residence and size of otter population. بيقول لك هنا ان في اماكن not included in the study مش موجوده في الدراسه eelgrass meadows health يعني صحه النبات بتاع eelgrass ده مرتبطه عكسيا ماشي بالبوبيوليشن بتاعه السي اوترز. وده صح لان هو هنا في الاول قال ان السي اوترز دي بتدمج الروتس وبعد كده اكتشفوا ان كل ما بيحصل دامجنج للروتس كل ما بيلاقوا ان yet the eelgrass meadows are healthier. تمام. لقوها healthier وبعد كده لقوا ان هي فيها diverse وفيها different genes. يبقى الاجابه عندي هتبقى letter C. At several sites لقوا ان eelgrass meadows health correlates negatively مرتبطه بعكسيا مع السايز بتاع البوبيليشن. كل ما عدد السي اوترز بتزيد وكل ما بيحصل دامجنج للروتس كل ما بتبقى الايرجراس بتاع ده ليها يعني in a good health وبتبقى فيها diverse اكتر وبتبقى healthy اكتر. هنا بيقول لك in some sites the health of plants unrelated to eelgrass correlates. لا هي ملهاش، هي مش unrelated بالسي اوترز، بالعكس هي relate بوجود السي اوترز والكلام ده هو اوريدي اتقال في السنتنس. تمام. يبقى وجود السي اوترز ده كان بيعمل سبورت للإيرلجراس ميدو. اهو يعني حلينا اهو اسئله لقينا ان الموضوع سهل وبسيط مفيهوش اي مشاكل. طيب تعالوا بقى نحل سؤال من اسئله الجرامر كده عشان نشوف الموضوع ايه. هنا مثلا بيقول لك which choice complete the text so it conforms the conventions of standard English. has doubled, had doubled, doubles, will. هنا سؤال verb tense. تمام. طيب هنا بيقول لك form in 1967 to foster political and economic stability within the Asia Pacific region. The Association of Southeast Asian was originally made up of 5 members: Thailand, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia. By the end of 1990s the organization، خلي بالك احنا هنا بنتكلم على past، هستبعد has، هستبعد present، هستبعد future، فالانسر عندي letter B. ولا سحر ولا شعوذه، الموضوع في منتهى البساطه. انا بس بعرفكم ان احنا اللي واخد بيزكس مش هيبقى الموضوع عنده صعب زي ما هو متخيل، لا خالص، انت محتاج practicing بس والموضوع مش هيبقى صعب عليك ابدا. Which choice complete the text so it conforms to the convention of standard English. ماشي. سؤال punctuation اهو. dash, comma, without any punctuation, colon. Here 2014 novel Boy Snowbird, for instance, is a complex retelling of the story of Snow White, while her 2019 novel, this is بقى the name of a story, offers a delicious twist on the classic tale of Hansel and Gretel. طيب dash مش هتنفع، تمام، لأن هي هنا مش information، بيقول لي while novel اسمها ايه، ده verb، يبقى أنا لازم أحط له subject. تمام.
هتبقى الاجابه letter C، لان انا ما ينفعش افصل بين السبجكت وبين الفيرب. تمام. داش وكولن بتيجي before information، وهنا ما عنديش information. كوما مش هتنفع، احط كوما بين السبجكت وبين الفيرب. انا بس حبيت اوريكم نموذج كده بسيط من كام سؤال حلينا كده رايتنج وريدنج من دي سات، وشفنا قد ايه الموضوع اتس ايزي وان هو اتس نوت ديفيكولت، والموضوع ببساطه بيتحل لو انت دارس بيزكس ودنيتك تمام. كل الموضوع ان انت هتبدا تحل امتحانات دي سات عشان تشوف بس الاسئله المختلفه، والموضوع مش هياخد منك وقت. you don't have to take the course from the beginning. والله it's very easy ان انت to continue، بس practicing more it will be okay، وان شاء الله you will be perfect. بس هنحل مع بعض الفتره الجايه فيديوهات اكتر. ابعتوا لي لو حابين ان احنا نحل فيديوهات تاني. هحل معاكم بقى رايتنج اي اس تي وريدنج اي اس تي واكت كمان المره الجايه. ولو عندكم اي استفسار او اي حاجه ابعتوا لي هرد عليكم. باي باي.